إن الشيخ الألباني رحمه الله إماما كبيرا في السلفية والسنة ومحاربة البدع، وقدم جهودا عظيمة لهذه الأمة تعجز أن تقوم بها الدول، وقد أنشأت دول مشروعات لخدمة السنة وعجزت أن تلحق بهذا الرجل الذي هيأه الله لتجديد الدين في هذا العصر. وكان مع الشيوخ السلفية وعلى رأسهم الشيخ بن باز على غاية من المحبة والتواد والتواصل، ولم يطعن بعضهم في بعض ويزكي بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. وكانت الأحزاب تتمسح به لتكسب من ورائه جماعات وجماعات وأشياء أخرى. ولما مات قام هؤلاء ينسبون الشيخ الألباني إلى الإرجاء، والشيخ الألباني معروف بمحاربة البدع من كبيرها إلى صغيرها ومن ألفها إلى يائها، ويؤلف الكتب في الصلاة ويتعرض لبدع الصلاة، وفي الحج ويتعرض لبدع الحج، وفي الجنائز ويتعرض لبدع الجنائز، ويفند هذه البدع ويحاربها أشد الحرب. وحارب الفرق وانحرافاتها من الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة، وحارب الإرجاء بالأخص محاربة لا وجد فيها ولم يجامل فيها لا طحاوي ولا ابن أبي العز السلفي رحمه الله. وهذه كتبه وأشرطه تنضح بمحاربة هذا المذهب الفاسد كما حارب البدع الأخرى. ولما مات الألباني بارك الله فيكم، فالألباني ليس بمرجئ، وأخوانه في الرياض وفي غيرها من السلفيين في العالم كلهم منهجهم واحد ضد البدع كلها بما فيها الإرجاء. وقد بينت لكم أن الألباني مع أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إلى آخر ما يتصل بهذا الأصل الذي قلت لكم وما ينافيه. فكيف يعد مرجئا؟ كيف يعد مرجئا؟ ما هو إلا الافتراء والكذب والانتصاد الباطل وآله. فحذاري حذاري أن تنخدعوا بهؤلاء. تفضل بارك الله فيك.